نروح للثانوية العامة أو الهامة، مش الهامة للأهمية، الهامة من الهم. بالفعل الثانوية العامة هم على كل أسرة مصرية، وهم لكل طلبة الثانوية العامة سواء كانوا متفوقين أو غير متفوقين. بالإضافة إن إحنا في السنوات القليلة الماضية حصل عندنا نظام غريب جدا. كانت الثانويه العامه دي برغم اختلافنا اتفاقنا على ما تفرزه، ولكن كانت الى حد ما هي النظام الاعدل او الاقرب للعدل في فرز الطلاب سواء في العلمي او في الادبي. ليه؟ كان كل طالب بيدخل بمجهوده، يعني كان ممكن الطالب يفضل من الكيجي لحد الثانويه العامه يتدلع، يتجامل، ينجح، يطلع الاول بمجامله، يطلع الثاني بمجامله. انما يجي عند الثانويه العامه ودي هي مفترق الطرق، خلاص انت وما حصلت. تمام؟ وانا بقول ما حصلت مش ما فهمت، لان احنا لازلنا في نظام تعليمي تلقيني وهنجيله كمان شويه. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل الفتره الاخيره في السنوات القليله الماضيه انفرط العقد وغاب العدل واصبح الغش سيد الموقف. مش الغش وبس، لا، ده اصبح عندي منهجيه لافساد ما يسمى بالثانويه العامه. بمعنى ايه؟ اخر حاجه دلوقتي شفنا طلبه كليات الطب في عده جامعات مصريه، سوهاج وقنا وغيرها، يدخل مثلا 80 طالب سنه اولى طب، ينجح واحد ويسقط 79 واحد، ونكتشف فيما بعد ان ال 80 دول من مدرسه واحده ومن لجنه ثانويه عامه واحده، وفي النهايه يطلعوا لنا بالنتيجه اللي احنا شفناها دي، في حين ان ممكن ال 80 دول منهم 79 طبعا بغير مجهودهم اخدين مجهود 79 تانيين، ظالمين مجهود ناس تانية. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا بنلاقي ناس ممكن تتبدل درجاتها في الترصيد، الدنيا تبقى مش مظبوطه. ما احنا شفنا برضو ولي امر في الثانويه العامه السنه دي في 23 بيقول لك ان بنتي اعلنوا على الموقع ان هي جايبه 407، يعني دي كده الاولى على الجمهوريه. الراجل بيقول لي انا انتظرت الوزير يكلمني يقول لي مبروك بنتك الاولى على الجمهوريه. ساعتين زمن واتشال المجموع وبقت حاصله على 65%. طب مجموع البنت ده راح فين؟ احنا فين بالظبط؟ والاب ده طبعا مقدم شكوى ومقدم كل حاجه، يقول لك انا عايز ورق بنتي اللي بخطها، حقه. وهنيجي للتظلمات دلوقتي وظلم التظلمات، واخد بالك، ومافيا التظلمات. طيب الحاجه الثانيه، لما يبقى عندي لجنه زي على سبيل المثال لجنه في مدرسه ادكو للبنين، لجنه 5 و6 و7 و8، الطلبه كلهم ساقطين في الكيمياء، بنتكلم على القسم العلمي مثلا، يعني دول كده كلهم ساقطين في الكيمياء، يعني هو في ايه؟ هم يا كلهم ناجحين زي بتوع سوهاج وقنا وكليات الطب اللي كلهم ساقطين عشان كده نجحوا في الثانويه العامه جايبين حاجه و90%، يا ساقطين في الكيمياء كلهم. طب درجاتهم راحت فين؟ مفيش فيهم واحد يعني الناس قدمت تظلمات واتضح ان عندنا برضو مشكله في رصد الدرجات. طيب مين مسؤول عن رصد الدرجات ده بقى؟ ازاي النتيجه دي طلعت؟ ومين اللي راجعها؟ ومين اللي حققها؟ ومين اللي دقق؟ وهل التصحيح كان الكتروني؟ وهل التصحيح الالكتروني ممكن يكون مجدي ولا؟ احنا يا جماعه اصبحنا في توهه، اصبحنا في توهه. وطبعا انا بكلمك النهارده وانت ممكن تكون مصاب من مصابي الثانويه العامه، غيرك مش مصاب، ممكن حديثنا لا يعنيه، بس انت لما تيجي للثانويه العامه هيعنيك هذا الحديث. خلي بالك، يعني هي دي مشكلتنا، ان احنا ما بنهتمش بشيء الا لما بنتقرص احنا. انما نفهم تحقيق العداله في المجتمع ده شيء يخصنا كلنا. ما هو الدكتور الفاشل اللي دخل بمجهود غيره ده، ما هو ده في المجتمع هيضرك انت لما تروح تتعالج عنده، حضرتك مش هيعرف يعالجك. ما دي الكارثه. طيب هل اللي انا بقوله ده كلام او كلام هاني الدباني او كلام اولياء الامور؟ وانت عارف ان في فوبيا كده من حته اولياء الامور وكلام اولياء الامور، واولياء الامور ما يتكلموش وما بيفهموش في حاجه. ده من وجهه نظر الوزاره بالذات في العهد البائد، يعني او السابق للوزير السابق. طيب السؤال اللي انا هسمعه لحضرتك ده دلوقتي من احد قيادات الكنترولات في الثانويه العامه، تعال شوف اتعرض عليه ايه واتقال له ايه، ونربط الكلام ده باللي انا لسه قايله دلوقتي باللي حصل في كليات الطب. تعال اسمع معايا. لجنه اداره الثانويه العامه 14 بعد اختبارات امن وخلافه مفيش اي مشاكل، واشتغلت في اللجنه بكفاءه الحمد لله، الى ان عرض علي تفصيل لجان ثانويه عامه لناس معينين.
عايزين احطهم في لجنه معينه. اللجنه ديت بتضم مدارس تجريبيه لغات، الطالب بيدفع 20,000 جنيه، فلازم تتفصل عشان مستوى المدرسه يرتفع. رفضت، وهنا كانت الطامه الكبرى. لا فيه 2 موجودين في اللجنه بقالهم 11 سنه، مطبخ اللجنه، ولك ما تعني كلمه المطبخ، عارف مين اللي هيروح المكان ده وعندهم كل حاجه. لما اتعرض عليها هذا الكلام رفضت. اللغات التجريبيه بالمنصوره هنعمل لها كذا كذا، ليه؟ لان فيها ناس معينه ومدفوع فيها كذا، وانت ليك حصه فيها، انت ليك نص مليون، ووزير التعليم له حصه السابق، والمحافظ السابق له حصه فيها، وانا ليا حصه، وكيل وزاره. قلت له اسف، بعت شكاوى لكل المسؤول في الدوله ولم تحرك ساكن. فقت ان انا ابقى حرامي وافصل لجان واسرق فلوس، كان زمان وكيل وزاره من 2 3 سنين. لان احنا في مصر اللي حاليا كن فاسدا ترتقي، اما الشريف يحارب. اظن يعني بعد كده لما تيجي تجيب ده الكلام بتاع الاستاذ عبد الخالق ده، وتيجي تجيب تصريحات عمداء كليات الطب في سوهاج وفي قنا وفي الوادي والكلام ده، تجد ان اللي قاله عبد الخالق، الاستاذ عبد الخالق محافظ الالقاب يعني، هو صحيح بنسبه 100%. وما لجان الكبار عنا ببعيد، او ما كان يطلق عليها لجان الكبار عنا ببعيد. يبقى احنا كده الحاجه الوحيده اللي كانت موجوده وحلوه وكويسه وضمانه للجميع، وزي ما بيقولوا كده الناس كاسنان المشط، كانت الثانويه العامه الناس كاسنان المشط فعلا، راحت. طب انت شايف ان كده ممكن ده يأثر على السلم المجتمعي؟ هيأثر على السلم المجتمعي. انت بتاخد مجهودي بتديه لغيري عشان غيري دفع فلوس. غيري دفع فلوس، ما احنا سمعنا اهو. اصبح الموضوع مش مجرد لجنه حصل فيها تسيب او حصل غش او حد مركب سماعه وغش وتمام التمام، لا، اصبح الموضوع منهج. الموضوع اصبح منهجيه في تدمير هذا المجتمع. خلي بال حضرتك، الاتحاد السوفيتي نفسه وقع بسبب اللي انا هقول لك عليه ده. لما كان في احد رؤساء كده واتضح ان هو بعد كده جاسوس للامريكان، فقالوا له انت عمرك ما رحت امريكا غير مره واحده. قال لهم هم ما طلبوش مني غير حاجه واحده بس، قالوا لي لما يتقدم لك 2 أو 3 للوظيفه اختار الاسوأ. وقع الاتحاد السوفيتي في خلال 20 سنه، وده اللي احنا عندنا دلوقتي في مدارسنا. انا هديك مثال بسيط جدا. في اداره 6 اكتوبر مدير المدرسه ده المفروض ان هو يكون حاصل على مؤهل، ده وفق اللوائح ووفق القوانين ووفق كل شيء بقى. طب انا عندي مدرسه موجوده فيها مديره وغير حاصله على مؤهل عالي ومؤهل متوسط، ومديره الاداره تعلم ذلك، اداره التعليم السيده فاتن، وخطبنا مدير المديريه، ولكن لا، معلش. ليه يا جماعه؟ لان احنا ليس لدينا الرجل المناسب في المكان المناسب. اتحدث عن القيادات، اللي هي بتجيب مدراء المدارس، لان احنا لدينا ادارات مرتعشه، لدينا قيادات او ما يطلق عليها قيادات يعني مرتعشه، بتخاف بمعنى بتخاف. ما هو فلانه دي اللي في مدرسه النور ولا مدرسه الانوار ولا غيرها جايبه لها واسطه، والواسطه طبعا تقلق المديره، ومش عارف جوزها بيشتغل ضابط فيه. هو كل واحد ضابط هيهدم القانون من اجل مراته؟ لا، مفيش الكلام ده يا جماعه. لا يا جماعه، ده مجتمع. طب بلغنا السيد مدير المديريه، يا ترى في جديد؟ لا، لحد دلوقتي مفيش جديد. ليه؟ انت عارف اصل دي جوزها فلان الفلاني او واسطتها فلان الفلاني. يا جماعه احنا كده الدنيا بتنهار واحنا مش داريين. طب نرجع تاني للثانويه العامه. هي دور وزاره التربيه والتعليم ايه في التعليم؟ اللي هو بقى الدور الفني، المناهج. انا هقول لحضرتك على حاجه. الكتب الدراسيه حضراتكم بتعتمدوا على ايه؟ على كتب الوزاره. احنا بقالنا 30 سنه او 40 سنه اللي بقوله ده هو الواقع. سيبك بقى من اي كلام مجرد من الواقع، خلينا نعيش الواقع شويه. النهارده الاساس هو الكتاب الخارجي، مش النهارده، ده من 30 سنه هو الكتاب الخارجي. تمام كده؟ النهارده الاساس ليست المدرسه وليس الفصل الدراسي، الاساس هو السنتر التعليمي او الدروس الخصوصيه. ابن الوزير ذاته مش هينجح في الثانويه العامه من غير يا سنتر يا دروس خصوصيه، وعايز الوزير يطلع يقول لي لا انت كذاب يا هاني، انا ابني نجح من غير دروس خصوصيه، انا ابني نجح من غير سناتر. اتحدى الجميع. تمام؟ انا بتكلم اهو. ابن رئيس الوزراء نفسه لو في ثانويه عامه مش هينجح الا يا بدروس خصوصيه يا بسناتر، وبكتاب خارجي مش بكتاب الوزاره.
طيب لحد امتى احنا هننفق المليارات واحنا دولة فقيرة في كتب ولا لها اي قيمة من الكيجي للثانوية العامة؟ مش محتاجين بقى ان احنا نبقى عندنا ثورة تعليمية وثورة نوجه الفلوس دي توجيه صح؟ طيب لما انا عنديش لا كتاب الوزارة له لازمة ولا الديسك بتاع الوزارة ولا الفصل بتاع الوزارة بتاع المدرسة له لازمة، وبقى الطالب دلوقتي اعتماده على نفسه، عارف بيعمل ايه. مش انتوا عايزين الفيزياء المنهج الفلاني، خلاص لكم عليا ان انتوا تسألوني فيه وانا اجاوب. اوكي، يبقى ده نظام. محتاجين ان احنا نغير التركيبة شوية، نغير النظام بتاعنا شوية، ولكن محتاجين عدالة بقى في الامتحان. انما نظام الكنترولات اللي هيفضل بالشكل ده، في ناس بقالها 15 سنة و17 سنة موجودة في ادارات الكنترولات وفي الكلام ده، لا احنا كده بنتكلم في فساد ممنهج ومنهجية فساد، وكل واحد بيطلع له الكوتة بتاعته والحصة بتاعته على حساب الوطن. كل دول بيطلعوا على جثة هذا الوطن. الاساتذه اللي في الكنترولات دول اللي بيفسدوا العمليه التعليميه واللي بيفسدوا الثانويه العامه، دول بيغتنوا وبيبقوا مليونيرات على جثه هذا الوطن وعلى اشلاء هذا الوطن. وما طب سوهاج وإنا عنا ببعيد. يا جماعه ارجوكم نظره للثانويه العامه ونظره للتعليم بشكل عام. احنا عايزين نتكلم بقى في التعليم بس هنجيله في وقت تاني عشان وقتنا ضيق. الفقره دي تحديدا للثانويه العامه وكنترولات الثانويه العامه اللي اصابها العطب واصاب بعض منها الفساد. واعتقد ان شكاوي اولياء الامور هذا العام والعام الماضي والذي سبقوا انت كل ما تروح كده وكل ما تطلع لقدام كل ما السوء بيكتر في موضوع الكنترولات في الثانويه العامه. ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا لم نحقق في ما قال الاستاذ عبد الخالق، ما حققناش، بل عندنا حاله انكار ادى الى الانفجار اللي احنا فيه. وخلي بالك السنه اللي جايه هتكون اقوى، وخليك فاكر بس الكلام اللي انا قلته لك اهو، السنه اللي جايه هتكون اخطر واخطر بكتير، لان خلاص اصبحنا عارف اللي هو ايه، تعودنا على الفساد، تعودنا على الافساد، تعودنا على الرشاوي، تعودنا على كل حاجه مش طبيعيه. انا هتوقف عند هذا الحد، ولنا حديث تاني مفصل عن التعليم ودور وزاره التعليم ايه، والمبالغ اللي بتنفق في وزاره التعليم، والمبلغ الرقم اللي موجود في الموازنه العامه للدوله ده بيروح فين، وهل له مردود ولا ملوش مردود. ده في حلقات قادمه وفي ايام قادمه ان شاء الله. اشوفكم في حلقه تانيه في الطريق الثالث، ولكن بعد الفاصل.